آخر ورواية أخرى أيضا ضمن هذا التجلي الرابع، روي أنه عليه السلام وجد شاة له قد كسرت رجلها، فقال لغلام له: من فعل هذا؟ من الكسر رجل هذه الشاة؟ قال الغلام: أنا. سبحان الله. قال: لما فعلت ذلك؟ قال: لأجلب لك الهم والغم. بكل عناد وإصرار، عمدا كسرت رجل الشاة حتى أغيظك، لأن أدري أنت ينكسر قلبك على الحيوان هذا، أو تتألم من تشوف رجلها مكسورة الشاة، لأجلب لك الهم والغم. ماذا كان جواب الإمام الحسن عليه السلام؟ فتبسم الإمام عليه السلام وقال له: لأسرك، أنت ردت تغيظني وتأذيني وتألمني وتدخل الهم والغم علي، أنا بالعكس أنا راح أدخل السرور عليك. لأسرك. فأعتقه وأجزل له العطاء. هكذا كان سلام الله عليه. هذا إذن التجلي الرابع للحسن عند الإمام الحسن عليه السلام. وتجلى حسنه خامسا في طريقة دعوته إلى الله تبارك وتعالى ووعظ الناس وإرشادهم، تأدبا بقول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لاحظ في آية واحدة تكررت مشتقات الحسن مرتين: والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فتأدبا بهذا الأدب الإلهي كان الإمام الحسن عليه السلام، هذا التجلي الخامس للحسن عند الإمام الحسن عليه السلام، حسنه في طريقة دعوته للآخرين وإرشادهم وهدايتهم وإصلاحهم. رواية مشهورة ومعروفة ربما لأكثركم في هذا المجال، وهما روي أن الإمامين الحسن والحسين سلام الله عليهما مر على شيخ لا يحسن أن يتوضأ، فكيف يقولان له ذلك ويعلمان وهم شباب، وهذا الشيخ كبير وربما يتأذى لو علماه بشكل مباشر. فأظهر وكأنهما يتنازعان الحسن والحسين، هذا يقول للآخر أنه الحسن الحسين يقول أنا وضوئي أحسن من وضوئك، والحسين يقول له وضوئي أحسن من وضوئك. أظهر منازعة. جاء إلى هذا الشيخ قالوا: يا شيخ، نريدك أن تكون حكم بيننا، أنا وهذا أخي، كل منا يقول أنا أحسن وضوءا منك، نريد أن نتوضأ أمامك وأنت أحكم أينا أحسن وضوءا من الآخر. فلما رأى الشيخ وضوءهما وهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته وسيدا شباب أهل الجنة، قال الشيخ: يا سيدي، كلاكما تحسنان الوضوء، ولكن هذا الشيخ الجاهل هو الذي لم يكن يحسن الوضوء، وقد تعلم الآن منكما الوضوء وتاب على يديكما ببركتكما وشفقتكما على أمة جدكما صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذن التجلي الخامس للحسن عند الإمام الحسن عليه السلام في طريقة هدايته للآخرين ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى.